كلنا نركز يا جماعة عشان في حاجات كانت مسموحة واتمنعت. احنا عملنا تحديث جديد بالحاجات اللي هي كانت مسموحة واتمنعت، وكلنا كده نركز عشان نعرفها واحدة واحدة كده. اول حاجة يا جماعة معانا الردة دي كانت مسموحة، ودكتور ضياء اخر حاجة حطها في قائمة ممنوعات لان كان فيها غش اليومين دول، وهو عشان بس الناس ما تتعبش وكان في ناس كتيرة جدا اشتكت، فهو قام خدها وحطها في قائمة الممنوعات، وده بشكل مؤقت يعني لحد ما نشوف دكتور ضياء هرجعها تاني في قائمة المسموحات امتى ونشوف الدنيا بتاعتها عندنا برضو الجبنة المثلثات برضو دكتور ضياء كان اخر حاجة برضو نوع عليها، وهو ما منعهاش بشكل كامل عشان الناس بس تبقى عارفة وتفهم ان هو ما منعهاش بشكل كامل. هو قال انا حطيتها دلوقتي بس في قائمة الممنوعات عشان ننبه عليها، بس ان الناس لما تيجي تاكل جبنة مثلثات تاكل جبنة من نوع جيد. دكتور ضياء قال جبنة مثلثات من نوع جيد، ما يكونش جبنة من نوع وحش زي لبنيتا والانواع الوحشة اللي انتوا عارفينها دي. لا، نجيب حاجة من نوع جيد اللي عايز ياكلها يعني. هنيجي بعد كده للاسماك الممنوع منها سمك البوري، دكتور ضياء منعه. ومعانا كمان الجمبري ممنوع يا جماعه، ما حدش ياكل الجمبري لان فيه بيبقى عامل زي الماده البلاستيكيه كده، ودكتور ضياء منعه لان بيبقى صعب على الهضم وبجميع اشكاله بقى، صغير وكبير وجامبو والكلام دوت كل احجامه. وكمان معانا كمان السبيط نفس الكلام بيطبق عليه نفس الكلام لان هو برضو بيعتبر ماده بلاستيكيه وصعب على الهضم، فدكتور ضياء منعه وموقفه. الاساسي بقى وده لازم يقف يعني مفيش كلام عنه، الدقيق الابيض او الطحين. ده لازم يا جماعة توقفه بأي شكل، إن هو دوت أساس الأمراض في جسمك ودوت أساس الالتهابات اللي موجودة في جسمك. كل منتجات المصنوعة بقى من الدقيق بقى كل دوت لازم يقف، محدش ياكل الحاجات دي لأن هي بتعمل كوارث في الجسم. الدكتور ضياء اتكلم عنها باستفاضة كتير جدا في فيديوهات كتير عملها، ودي لازم يا جماعة توقفها هي والخبز. حتى الخبز كمان برضو المعمول من الدقيق، الخبز الأبيض والخبز البلدي والعيش السن ده برضو بيطبق عليه نفس الكلام لان هو من الدقيق، والدقيق اللي هو الابيض يعني. ونفس الكلام الجلاش وكمان السمبوسك برضو بيطبق عليها نفس الكلام. كل منتجات الدقيق يا جماعة، والكسكسي بيطبق عليه نفس الكلام. كسكسي ده هي صدر ان هو دقيق يعني، ما دقيق ابيض يعني. والكنافة نفس الكلام برضو دكتور ده بيمنعها. والبلح الشام نفس الكلام بيطبق عليه نفس الكلام. كل منتجات الدقيق الابيض بما فيها المكرونة باشكالها وجميع انواعها، وجميع اللي بيعمل لك بقى مربعات وبيعمل لك سمبوسه ومش عارف ايه والكلام ده كل ده. وكمان المكرونه البشاميل يا جماعه دي بصي دي بقى يعني اساس الكوارث كلها، لان هي بتبقى عامله زي الخليط الاسمنتي كده، وفيها جميع الممنوعات اللي دكتور ضياء منعها، فدي لازم تقف. كمان معانا منتجات المصنوعه من الصودا كلها دي لازم تقف، بما فيهم مشروبات الطاقه، وطبعا البيبسي والكولا والفانتا والحاجات دي كلها ومشروبات الطاقة كلها لازم تقف، ممنوعة يا جماعة. وطبعا جميع انواع المياه الغازية يعني. والبريل طبعا ده برضو معانا من البريل اللي هو مصنوع من الشعير، لان ده داخله برضو صودا، ودكتور ده قال اي حاجة داخلها صودا وبتلعب مع حمض المعدة دي لازم تقف. اللبن من الممنوعات ولازم نوقفه، واللبن ده برضو دكتور ده قال لازم ما حدش ياخد لبن ان هو بيعمل كوارث. والارز اللي باللبن نفس الكلام، والزبادي نفس الكلام، لان ده بيبقى عبارة عن مادة كده لزجة كده وبتنزل في جدار المعدة بتلزق فيه وبتبقى صعبة الهضم يعني. برضو الجبن الابيض بجميع انواعه لان دي منتج من منتجات الدقيق. كل الجبن البيضة كلها لازم تقف، لازم تقف الجبن البيضة كلها باشكالها بقى، العلب جميع انواع العلب والبلاستيكات اللي هي العلب البلاستيك اللي هي بتبقى الجرادل دي. والجبنه القريش ده يا جماعه لازم تقف، لان ناس كتيره جدا بتفكر انها صحيه وهي مش صحيه، مش صحيه يا جماعه، لازم توقفها. والحليب المجفف، البودره اللي احنا بنحلي بيه نحط بيه على اللبن وعلى النسكافيه والكلام ده، والكليمر لازم برضو يقف، اللي احنا بنبيض بيه الشاي والقهوه والكلام ده والنسكافيه. معانا بقى الفراخ دي اساسي لازم توقفها، لان الفراخ بتعمل بانيك اتاك وبتعمل نوبات هلع
وبتجيب سرطانات مريء. فدكتور ضياء موقفة هي طبعا والبيض بتاعها، طالما الفرخة يبقى البيض أساسي لازم يقف معانا، وممنوع البيض. والبط نفس الكلام بيطبق عليه نفس الكلام. البط من الممنوعات يا جماعة، ومحدش ياكل بط. البط طبعا جميل وحلو وكل حاجة بس بيعمل مشاكل. والأوز اللي هو الوزة نفس الكلام برضو ممنوعة وبتعمل مشاكل، بيطبق عليها نفس كلام الفراخ. وكمان معانا برضو الديك الرومي بيطبق عليه نفس الكلام من الممنوعات. الديك الرومي طبعا يعني شهي جدا يعني بس ممنوع. الكبد والقوانص للفراخ والبط والأوز، كل الكبد والقوانص بتاعتهم كلها ممنوعة، مش مسموحة. الفول بقى، الفول من البقول ده صعب الهضم، والقشرة بتاعته بتبقى صعبة الهضم جدا على القولون، فدكتور ضياء منعه لأن منتجاته صعبة الهضم. يعني كل منتجات الفول كلها بما فيهم الفول الأخضر القشرة بتاعتهم بتبقى صعبة. الكشري نفس الكلام، الكشري طبعا ده لازم يقف لأن كل منتجاته كلها من الممنوعات. رز ما عدا الرز بس، اما الكل الباقي كله ممنوع. مكرونة والحمص والعدس والكلام ده كله ممنوع. البقول بجميع انواعها كلها ممنوعة بقى. كل البقوليات اللي هي الفاصوليا والبسلة وال والعدس والحاجات دي كلها ممنوعة. شوربة العدس يا جماعة دكتور ضياء هنا هننوع عن ان هو قال ممكن تاكلها مرة او مرتين في الشهر بحد اقصى، يعني ما تكترش عن كده. معانا بعد كده العدس بالجبة برضو من الممنوعات يا جماعة. الفول السوداني برضو معانا برضو من الممنوعات يا جماعة ولازم نوقفه. البسلة برضو نفس الكلام من الممنوعات. هي والجزر اللي بيخش فيها. الطماطم ممنوع تتاكل صحيحة كده، ممكن ناكلها صلصة، تبقى تتعسل كويس وتتصفى كويس وتتاكل صلصة بس مش كتير برضو عشان بتعمل مشاكل وما تكونش متسبكة قوي يعني. الجزر طبعا ممنوع بجميع اشكاله والوانه بقى. كل الجزر كله ممنوع، ان صعب الهضم طبعا وبيعمل مشاكل في المعدة وبيعمل تقرحات في المعدة والام في المعدة. اللفت والخيار ممنوعين برضو. معانا بعد كده القلقاس كان مسموح بس دكتور ضياء منعه وحطيناه في قائمة الممنوعات اخر تحديث. معانا كمان الفاصوليا الخضراء برضو ممنوعة، بتعمل مشاكل برضو. معانا بعد كده البامية كان برضو مسموحة ودكتور ضياء منعها، حطيناها في قائمة الممنوعات. فالبامية من الممنوعات يا جماعة. والكوسة نفس الكلام برضو كانت مسموحة ودكتور ضياء منعها فحطيناها في قائمة الممنوعات لحد ما نشوف دكتور ضياء هيعمل تحديث جديد وهل هيدخل حاجات في المسموحات ولا لأ. الملوخية نفس الكلام برضو ممنوعة، هي والنعناع. كل بقى الورقيات كلها ممنوعة، البقدونس والشبت وجميع الورقيات كلها ان هي بتعمل جروح في القولون والمعدة، فدي كلها واقفة. هي والشبت والخس نفس الكلام بيطبق عليه نفس الكلام لانه من الورقيات. الكابوتشي برضو من الممنوعات. الكرنب من الممنوعات. وطبعا كمان القرنبيط ممنوع يا جماعة. القرنبيط هو والبروكلي، البروكلي جميل طبعا بس برضه من الممنوعات، ليه فوائد كتير يعني بس برضه دكتور قال من الممنوعات يبقى ممنوعات. البصل نفس الكلام بس البصل ما يتاكلش نايه يا جماعة، ممكن ناكله في الطبيخ يعني نشرب المية بتاعته، ما ناكلهوش هو، يعني نشرب المية بتاعته يعني نطبخ بيه هو والثوم بس ما يتاكلوش، نشرب المية بتاعتهم او الطبيخ بتاعهم. الفجل نفس الكلام ممنوع. الفجل ده طبعا صعب جدا، بيبقى عامل زي الجزر والخيار. الورق العنب نفس الكلام برضو من الممنوعات. وبعد كده معانا البتنجان. الباذنجان من الممنوعات يا جماعة بجميع أشكاله بقى وأحجامه، وأبيض وأسود وألوانه كلها من الممنوعات، كلها لازم تقف. ولو هنضطر ناكله محشي بس، يعني دكتور ده قال ناكله محشي ومش كتير، ما نكترش منه هو والفلفل يبقى محشي بس. الفلفل معانا من الممنوعات إلا بس لو هناكله محشي زي ما احنا قلنا، أو هناكله في الطبيخ يكون مستوي كويس قوي. اللي معانا كمان السلطة الخضراء كلها ممنوعة، محدش ياكل سلطة خضراء يا جماعة لأن هي بتبقى صعبة الهضم وليها مشاكل. معانا بعد كده البطيخ من الممنوعات، وده خضروات يا جماعة مش فواكه، ده من الممنوعات لازم نوقفه وما ناكلوش، ان دكتور ده موقفه. هو برضو الاناناس نفس الكلام من الممنوعات. طبعا الحمضيات كلها بقى كلها باشكالها زي برتقال واستفندي اللي هو اليوسفي والليمون، كل دوت ممنوع لان بيعمل مشاكل وبيزود حمض المعدة وبيعمل ارتجاع مريء وبيعمل حموضة في المعدة، فكل ده
دكتور ضياء موقفه. وطبعا من الادويه بقى معانا الاسبرين، ده بيعمل مشاكل في المعده وبيعمل تقرحات في المعده. هو الالفرتيرن ده برضو بيعمل مشكله في المعده وبيعمل تقرحات وبيعمل قرحه وثقب في المعده زي ما احنا شايفين كده، اعزكم الله.